ياك وتتقول باللي هي مغربيه وتتقول هي انها ماشي شغلك لا. والله تحصلاتها الخو، تحصلاتها كتكذب على عباد الله وكتنصب على عباد الله بسميت المغرب. اخوان جيم كومونتير ابونيو ويلا نبداو مع اول فيديو. اليوم الخساره كان سببها القجع، المؤامرات اللي يديرهم لينا دائما. اليوم نورمالمون كيفاش في المغرب الستة مازال عندهم شمس، كيفاش احنا نورمالمون الستة راه طاح الليل، هما في المغرب نورمالمون كيفاش الشمس. هذا سبب القجع. اليوم الخساره القجع هو اللي جاب لنا الشمس اصطناعيه ولعبنا في الصهد كونتر غانا. اليوم خسرنا بسبب القجع. لا حول المغرب ولا نورمالمون قوة كيفاش إلا الشمس. بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. العالم الاخر الخوت هو هذا. القجع دار لكم شمس اصطناعي باش تخسروا باش تقصاو. لا اله الا الله محمد رسول الله. فيه بعض المناطق اللي العجز مازال فيها، ولكن نعطيهم كلمة رسمية أن ما نخلي حتى جزائري في العطش. على تقليدك. الحمد لله. يعني تدرج هكذا. شوف عدو يتعهد انه لن يترك جزائريا واحد في العطش. انت قلت انه مرتاحين قبل شويه، انت قلت ان الكل مرتاح والناس مبسوطين وكذا. كيف اعطيت لكل واحد اضحيه في الجزائر وما عندهمش ماء؟ باش غادي يغسلوا لا اله الا الله محمد رسول الله. يا جماعه رئيس دوله عدو الان يتعهد انه لن يترك احدا عطشانا. وشوفوا الترتيبات ديال الماء، قلت لكم اربطوا الاحزمه. الان بيغرقنا عمي تبو، بيغرقنا، بينشف المحيطات والبحار والانهار والابار الجوفيه والمسالك البوليه، كل شيء بيحلي البول والمجاري الصرف كل شيء يحليه عمي تبو، كل شيء يحليه وما يخلي حاجه الا يحليها، لانه حالي ما شاء الله. عمي تبون حالي بزاف. ايوه، وبيتعهد. وانا متاكد يا جماعه ان هناك اناس بالملايين في الجزائر. شوفوا الكذاب، شوفوا الكذب يا جزائريين. يا اخي شوفوا التصريح، يقول لك لن اترك جزائريا واحد يعاني من العطش. يا رجل لو بحثتم لوجدتم ملايين البشر جزائريين مش يشربوا بس، حتى خانزين. انا عندي مقاطع هاي، لو مثلا يرسلها لي المشرف الان، اقول لك واحد يقول لك انا لي شهرين ما تدوشت. دوزناه شي عام تقريبا. هذه دازت الفيديو. اودي اش غنقول لكم الخوت، العالم الاخر عالم الاخر. الصباح اضحوكه ماشي غير عند المغاربه وعند الحرب، العالم كله ولا كيضحك عليهم. فضحتهم فضيحه. يا والي ولاية البليدة، حبيت نفهم حاجة أمر. اسكو هذا كاميو تبعثوه يجينا خضرة في السمانة الزبل وتزيد مرة في السيمانة كيجيو من الكاميو ديال الزبل حاشاكم الخوت، مرة في السيمانة. وتخيلوا كي غادي يكونوا هاد الشوارع مرة في السيمانة. من فوق تبعثوا لنا هذا كل خضرة اللي تفتح لهم اللهنة، ويبداو يسقموا فيه. ديجا هاملك من هيك هم يسقموا فيه. وشنو هذا ظلم ولا ماشي ظلم؟ الزبال يجينا خضرة في سمانة نورمال يجينا دائما، تبعثوا لنا هذا كل يوم يخدموا هذا، يوميا يربطوا فيه بالخيوطة هم ساكن. تيربطوا فيه الخوت كيربطوا فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف اليوم المغرب لا بترول لا غاز لا كذا، شوف وين الحق الاقتصاد تاعها. شوف الرجال اعمال جزائريين راهم يحولوا اموالهم للمغرب، باسكو الناس هادو ما راحوش المغرب، ما يشوفوش المغرب وين وصل. حبيتوا ولا كرهتوا المغرب افونس عليكم. ديجا احشم الدرهم المغربي شحال يسوى بالدينار تاعك اللي ما يتبدلش. هذا برك ما نروحلكش. اما لو سميك الجيريان بارابور وسميك ماروكان، روح تحوس قبل، اقرا تقف باش تعرف. روح حوس الاقتصاد، شوف لا ديفيرونس بين لو سميك الجيريان و لو سميك ماروكان. علاش لي ماروكان كونت يفيون الجيري يخلصوهم مليح؟ باسكو يد عامله، يخدموا. والله يا خويا ابراهيم انا بنفسي كلمه انا حوس على مغربي باش يخدم لي. قالوا لي باش يصيح لك مغربي اي تلحق لك. علاش؟ باسكو يخدموا يصنعوا. كي يقول لك راهم يجوا باسكو يجي عانين، نو ماشي باش تعاني، يجي باسكو خدام.
باسكو خدام. نتوما خليتو غير الشتيمه نهار كامل وانتو تكذبوا، وانتو حنا رانا ملاح رانا تبهديله. الجزائر اللي كانت في السبعينات والثمانينات وحتى في التسعينات كي كان الدم يسيل ما لحقتناش لوين لحقنا اليوم. العجوزه تهرب، الشيخ يهرب، الشاب يهرب، الكبير يهرب، ما بقات كاع الناس يتهرب من البلاد. خلات بالشباب الجزائر وخاصه جهه القبائل. هادشي اللي كاين هو جزائري تعريف شبقى ما يتقال. شوفوا الفيديو اللي موراه. تبون يدخل سجل جينيس للأرقام القياسية. السبب ما يفوق 55 دولة معترفة بالجمهورية الصحراوية. الرقم القياسي العالمي الذي حطمه الرئيس المعين تبون هو في الأكاذيب. البارحة الرئيس المعين عبد المجيد تبون كان في لقاء إعلامي مع إعلام العار الجزائري. الإشكالية الكبرى أنه ليس أكذوبة واحدة فقط، لأنه هنا قال بأنه 55 دولة تعترف، أكثر من 50 دولة تعترف بما يسمى الجمهورية العربية الصحراوية الموجودة في تندوف. لكن الرقم خاطئ، يعني الرقم هذا تقريبا ولا عهده في التسعينات. اليوم رسميا ليس هناك أكثر من 20 دولة تعترف بما يسمى الجمهورية العربية الصحراوية، لأنه تبون لا يفرق بين البوليساريو الذي عديد من البلدان تعتبره طرفا في النزاع وبين ما يسمى الجمهورية العربية الصحراوية اللي هي موجودة في تندوف وتعترف بها كوبا وغيرها، تقريبا دول لا تساوي شيئا. وليس هذا فقط، اسمع الأكذوبة الثانية واللي هي فضيحة أكبر من الأولى. تتذكر يوم ما تقررت لوبيراسيون فينيكس طرف دولة أوروبية باش في إنزال تاع مظليين وهادي على العاصمة نيامي ويحروا الرئيس الأسبق وكذا وكذا. شكون اللي وقف؟ دولة واحدة، لا أوروبية ولا غيرها، واحدة. قلنا ما نقبلوش التدخل والا رانا جزء من المشكل. تبون هنا كان يقصد فرنسا، وانه الجزائر احبطت عمليه فرنسيه اسمها فينيكس. تعرفوا لماذا نضحك؟ لانه عمليه فينيكس هي عمليه للجيش الامريكي كانت في الفيتنام. لا حول ولا قوة الا بالله. معناتها عندها عشريات، وانه هذه لوبيراسيون فينيكس اللي يتكلم عليها تبون هي فيك نيوز روج لها ذباب الكتروني وقت ما حدث الانقلاب في النيجر وتم تكذيبها. يعني ما قال لك وقتها بانه موجوده وثيقه تتكلم على هذه عمليه فينيكس اللي يستعد لها الجيش الفرنسي، واتضح بانها كلها روايات كاذبه. تخيلوا رئيس تاع بلد ياخذ كلام تاع ذباب الكتروني ويحطه امام الشعب الجزائري. لهذا قلت لكم انه النظام الجزائري يعامل وجعل الشعب الجزائري كالقطيع. لما تعامل الشعب كقطيع منذ 1962 هذه هي النتيجه. اخر حاجه تبون كان أكد الكلام اللي يقولوا شوقي بن زهرة لما يقول بأنه الجزائر ولدت سنة 1962. خدام على الترند حتى هو باش يطلع باش يزيد المشاهدات. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنه العالم الآخر، العالم الآخر. كيجيب الأخبار من تيك توك الفيسبوك. شوفوا الفيديو اللي موراه. السلام عليكم خوتي في هذه الأثناء سمعت واحد الخبر ما على باليش إذا كان صحيح عن انسحاب المنتخب الجزائري من كأس إفريقيا 2025. ما على باليش إذا ما على باليش خبر ولا صحيح ولا مش صحيح. شت حتى نحقق من الأمر هذا. ما على باليش واحد صاحبي قال لي إذا كان الخبر صحيح كارثة، والله كارثة ولا لحقتنا سياسة كرة القدم كارثة. أباك عندنا غير البالون، احنا عندنا غير البالون تنفسوا به. جزائر عظيمة عمي، جزائر كبيرة وقارة وعظيمة. يعني واحد ينوض مرقاد، واحد يكون راقد ينوض مرقاد يقول لهم ما تشاركش عادي. يعني جزائر بكبرها بقيمها، يعني قارة كاع واش كاين. يجي واحد يقول لك ما نشاركوش عادي. احنا نحبوا الجزائر وماذا بينا نروحوا للمغرب ونشجعوا المنتخب الجزائري وكاع واش كاين، ولي ما نجيبوا النجمة الثالثة وفرحانين ورانا نوجدوا واللي يخدموا معايا كاع واش كاين، اللي في الرباط اللي مشكلها كاع واش كاين. هما راه واخا يكون الجزائري كما بغا يكون ديما كيحس براسو باللي راه قاره
منفوخين لواحد الدرجه ما كتصورش. النيف يتكلم، النيف هو تيقول لك من تواضع لله رفعه. واخا نتوما ما عندكم ليش تواضعوا، اللي كيتواضع هو داك الانسان اللي فعلا عنده قيمه حقيقيه وكيتواضع. نتوما ما عندكم حتى حاجه وكتنفخوا في ريوسكم، وكون جينا نجبدوا لكم داكشي اللي كاين في قاع الخابيه. ترى ما عمرنا ما غنساليو الى يوم الدين. خليونا ندوزو الفيديو اللي موراه. لك أسوأ 10 مدن قابلية للعيش عالميا سنة 2025 حسب مؤشر القابلية للعيش العالمي. دمشق سوريا حرب، طرابلس ليبيا حرب، داكا بنغلاديش، وكراتشي باكستان. هادو في آسيا الله غالب عليهم. بعد الجزائر العاصمة. خامس أسوأ 10 مدن قابلة للعيش عالميا في 2025 تصنفت فيها الجزائر العاصمة. منهم بصح مؤامرة هادي خوتنا. مؤامرة كيف القاعدة. يقول لك الجزائر شابه. لا، الجزائر ماشي شابه. غادي تقولوا لي بصح حنا عندنا طبيعه وكاع. صافي عندنا طبيعه في الجزائر، بصح الطبيعه بلا بنيه تحتيه لا تساوي شيء. الجزائر بالنسبه لي هي بلاد ماشي شابه ولا تستحق انه الناس اللي عندهم كرامه يعيشوا فيها. باسكو انت ما تقدرش تعيش في دوله اللي تريسينتي والماء ينقطع فيها اكثر من اللي يجي. الحقيقه اللي ما كيرضاوش بها هي جزائريه بنت بلادهم. واللي المريض فيها يداوى بالعرف، وميم كي يموت ما يموتش هاني، باسكو القبر تاعه ممكن يديروا له فيه سحور. متبوع هو حي، هو تحت التراب. لا حول ولا قوه الا بالله. ما تعيش هاني ما تموت هاني. انا نعتبر بلي الجزائر هي قطعه جغرافيه تحكمها عصابه تتعامل مع الجزائريين أسوأ من معامله العبيد. وهادوك الجزائريين بهاليل وحاسبين بلي عندهم النيف ويفهموا كلش وعارفين كلش، بصح هما في الحقيقة شعب مذلول. نعم، شعب مذلول. لا حول ولا قوة إلا بالله. احنا ما قلنا حتى حاجة، نتوما كتسمعوا بودنيكم بنت بلادهم الخوت. عندك كلمة الحاجة هدر الحاجة، هدر قول اش كاين، هدر قر. انا نقولوا رانا ضايعين، ما استقليناش نيشان. صح. شو ما استقليناش. نيجانا نتوما جبل لاصقه ما استقليناش. وانا بين نهضر لك على تا وقت اللي كان بكري فرنسا لحقنا فرنسا. صح. فرنسا ما اثرتناش كيما هكا. والدينا ضحاو بينا حنا، قال لك ما تقربتوا عن فرنسا بدعموهم. انا الكون كان قريت وكان يجوج الا تعاملين وبي هذا هو البلوطه كنا كل نهار. ولكن قال لك واه فرنسا كانت بيت قرينا وقلنا بين نربحوا استقلال. صح استقلال ما كاش. واخا يتهموه مسك استقلال ما كاش. قال لك فترة فرنسا احسن لينا من هاد الفترة. وراه مشى للاستعمار وخلى وليداتو كيحكموكم. خليونا نشوفوا الفيديو اللي موراه. شوفوا المغاربه المغربيات، جيت هنايا لواحد المول وانا نلقى واحد الجزائريه دايره الحوايج ديالنا هادو بيجامات. وشنو كتباع لهم؟ شوفوا شنو كتباع لهم، كافتان ماروك. والناس تيشروا هذا على اساس دابا هادو البيجامات ديال الدار دايرينهم على اساس انهم قفطان ياكو، وتتقول باللي هي مغربيه وتتقول هي انها ماشي شغلك لا والله حتى حصلاتها الخوت، حصلاتها كتكذب على عباد الله وكتنصب على عباد الله بسميت المغرب. غادي نصور. اوكي شوفوا البنات وتتبيع اي حاجه مغربيه ياكم، ونزيد واحد غادي نصور ماشي شغلك، وزيدات زايره الاغاني مغربيه. وشوفوا دابا نتوما حيدي يديك. تشدات معاها الخوت، تشدات معاها. تحيه لهاد المغربيه هادي والمغاربه الاحرار اللي ديما حاضين ورادين البال لبلادهم والتراث ديال بلادهم من السرقه والخنشاله والكذوب على المغرب والمغاربه والمغربيات. هادو كينصبوا على عباد الله وكيديروا الفضايح ويديروا المشاكل والمصايب وكينصبوهم للمغاربه والمغربيات. لهذا الخوت فاللي بانت ليه شي حاجه يوثقها ويبارطاجي معنا الفيديو وحنا غنديروا الواجب. هذا ما كان. اخوان وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. جيم كومونتير ابوني اللي مازال مشترك وبارطاجي الفيديو. ما تنساوش الخوت ديال القناه الثانيه اللي مازال ما مشترك اشترك وفعل جرس التنبيهات. راهو ديما مغرب ولا عزاء للحاقدين. تهلاو الخوت.